السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقولوا إن العين مرآة الروح. معرفش معنى إيه الكلام ده، بس هما بيقولوا كده. في العلم بقى في الطب أنت تقدر تشخص أمراض معينة من شكل العين. الدكتور يقدر يبص على العين كده من بره أو بالكشف في العيادة، يوجه المريض لحاجة هو ما كانش يعرفها أساسا، لمرض دكتور العيون اكتشفه بسبب حاجة ظهرت في العين. هقول لكم كده شوية أمراض إحنا بنقدر إن إحنا نشخصها، ممكن يكون أول مانيفستيشن أو أول ظهور ليها في العين. وهنبدأ بأول حاجة، وحاجة ظاهرة جدا وحاجة واضحة جدا، وهو جحوظ العين، واللي بيشخص لي الغدة الدرقية أو زيادة نشاط الغدة الدرقية اللي بنسميه الهايبرثايروديزم. وفي بيكون في ترسب لبعض المواد اسمها المواد الميوكوبوليساكرايدز. المواد دي بتكون مترسبة ورا الجلوب أو ورا كرة العين، وبتزق العين لقدام، فيحصل بروز للعين وجحوظ للعين. وده غالبا بنشخصه في العيادة ونبعت مريض الغدة الدرقية يعمل تحليل الغدة الدرقية ويتابع بعد كده مع الدكتور الباطني. وبيكون كمان في المرض بتاع الغدة الدرقية في التهابات شديدة متكررة مش عارفين السبب بتاعها ايه وما بتخفش، فبنوجه المريض نقول له والله طب اعمل تحليل الغدة الدرقية كده، إذ ربما يكون عندك، فممكن يكون عنده. تاني حاجة وهو ترسب الدهون تحت الجلد. بعض الناس بيجي لهم حاجة اسمها فانسي لازما، أو وجود دهون كوليسترول كلامبز أو كتل من الكوليسترول تحت الجلد بتاع الجفن. طب ده بيشخص لي إيه؟ بيشخص لي الزيادة في نسبة الكوليسترول. فالمريض ده لما بيشخص وبيعمل تحليل الكوليسترول في الدم وتحليل الدهون في الدم، بيطلع في زيادة في نسبة الدهون في الدم. والشيء بالشيء يذكر، لو انت بصيت على القرنية بتاعت حد كبير، جدك او والدك او والدتك ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، هتلاقي حلقة كده حوالين القرنية دي بنسميها الاركس سينيلس، او الحلقة الدائرية اللي بتيجي في كبار السن. في بعض الناس وبعض الحالات يكون شاب صغير وعنده الحلقة دي، حلقة كده بيضة حوالين القرنية، وده برضو لما بنحلل له ممكن يكون عنده زيادة في نسبة الدهون في الجسم وترسبت في بعض الأنسجة ومنها العين. فدي بتكون دلالة إن الشخص ده محتاج إن هو يقلل نسبة الدهون الغير صحية في الأكل بتاعه في جسمه. وما زلنا برضو في القرنية، بس المرة دي بسبب مرضي. في بعض الحالات بيكون في حلقة، بس الحلقة دي بيكون لونها مش أبيض. الحلقة دي بنسميها كايزر فليشر رينج، الرينج بتاعت عالمين اللي اكتشفوا الموضوع ده. والموضوع ده بيكون ساعتها مش ترسب للدهون، لا ده بيكون ترسب للنحاس، copper deposition in the cornea. وده بسبب مرض اسمه ويلسون ديزيز. الكبد بيكون فيه مشكلة، مفيش تصريف في الجسم للكبر او النحاس، فبيتم ترسيبه في عدة أعضاء، منها المخ منها الكبد ومنها القرنية. فإحنا لما بنشوف الشخص ده بنقول له والله أنت محتاج تروح عند دكتور الباطني. ها، مكملين معايا ولا إيه؟ الكلام حلو ولا مش حلو؟ طيب هنخش بقى تاني جوه العين، وواحد من أشهر الحاجات اللي بنستدعي فيه دكتور القلب. طفل صغير جاي يكشف مش شايف كويس يا دكتور، نبص على العدسة بتاعته نلاقي العدسة متلخلخة ومتزحزحة. بص على صوابع الطفل ده تلاقي الصوابع بتاعته طويلة. اقول له روح على طول على قسم القلب، انت غالبا عندك ممكن يكون عندك مشكلة في القلب، ولازم ان احنا نبدأ نعالجها ونكتشفها بدري. واللي بيحصل ده مرض اسمه مارفان سندروم، متلازمة مارفان، اللي بيكون فيه لخلخة في العدسة، بيكون فيه الصوابع طويلة، بيكون فيه البلت او الحلق بتاعنا عالي شوية، بيكون فيه مشاكل في القلب. حاجة تانية كنت كلمتكم عليها وطمنتكم عليها، ان انتوا لما تيجوا تتصوروا صورة وتلاقوا في ريد ريفلكس او احمرار في الحدقة بتاعة العين، تطمنوا وتقولوا كده ان العين بتاعتنا سليمة. وطمنتكم ان لما نلاقي حاجة حمراء نقول الحمد لله. بينما لو كان الموضوع ده اللون اصفر او اللون ابيض، ده للأسف ممكن يكون في مشكلة في الشبكية، والحاجة اللي احنا ما نحبهاش وهو ورم العين. وطبعا ده حالة نادرة وحالة شاذة جدا، بس احنا لما بنبص كده بصة على عينين اولادنا في الصور ولقينا الرفلكس بتاعنا احمر نقول الحمد لله. في بعض الناس بيجي لهم ترسبات لون صبغه هنا في الحته دي، وبنسميها نيفس اوف قطه او وحمه قطه. مش قطه يعني بسه بتجري، لا ده العالم اللي اكتشفها. بيكون في هايبر بيجمنتيشن او زياده في ترسب البيجمنتس او الخلايا الصبغيه في اللي تحت الجلد. وبرده ده احنا
بنشخصها وبنعالجها ان شاء الله، او بنوجهها للدكتور المختص بتاعها. يجي لنا واحد في العياده: يا دكتور ايه ده كل شويه يجي لي التهابات، يا دكتور انا ما بخفش، يا دكتور علاجات مش جايبه نتيجه. ابدا ابص عليه: ايه ده، كيس دهني؟ طيب ماشي. ابص الاقي عنده خراج او التهاب في البصيله بتاعه الرمش بتاعنا، ودي بنسميها الستاي او خراج الرمش. يبدا يتكرر عليه، ما بيخفش كويس. طيب الدكتور يبدا يشك ايه اللي بيعمل كده. طب معلش روح اعمل لي تحليل سكر، ومع برضه هبص لك على الشبكيه، يبدا يلاقي حاجات كده في الشبكيه، نزيف ونقطه حمراء ونقطه مش عارف ايه. الحق، دي بدايات تاثير السكر. فالسكر ممكن يكون اول تشخيص ليه عند دكتور العيون. حاجه تانية برضه من الحاجات الخطيره: واحده بنوته ممكن تبقى مليانه، فيها زياده في الوزن شويه، جايه بتشتكي لك بزغلله، بصداع شديد، بقيء، بألم، بازدواجية في الرؤية، مشاكل توجه نظرك إن عندها مشكلة في المخ. تبص كدكتور عيون على العصب البصري، تلاقي إن العصب البصري بتاعها متورم ومتمدد، فتبدأ تشك، تقول لا قدر الله ممكن يكون عندها حاجة، فتبعتها على طول على دكتور المخ والأعصاب اللي يبدأ يعالجها ويبدأ يديها حل للمشكلة بتاعتها. عشان كده في حالات كتير دكتور المخ والاعصاب بيبعت لدكتور العيون يقول له افحص لي العصب البصري ده، لان العصب البصري ده العصب الوحيد اللي انت تقدر تشوفه بعينك. ايوه، العصب البصري العصب الوحيد اللي في جسمك اللي الدكتور او احنا قادرين ان احنا نشوفه بعينينا. ففي بعض الامراض وفي بعض المشاكل بيكون في ضغط جوه المخ، لا قدر الله بقى رشح، نزيف، ورم، ضاغط على مكونات المخ ومنها عصب العين. يبدأ عصب العين ان هو يتورم، فانا اول حاجه اقدر ان انا القطه اقول للدكتور يا اما في حاجه، فيبدا بقى يعمل بقى الفحوصات بتاعته ويبدا يعمل المقطعيه وكل الكلام ده، او اقول له الشبكيه سليمه، فممكن يفتكر يعني نوجه نظره لامراض تانية خالص. كده وصلت لنهاية الفيديو، كلمتكم عن أبرز الأمراض اللي دكتور العيون يقدر إن هو يكتشفها ويوجهها للدكاترة المختصة بيها. في فيديو تاني هيبقى ملحق بالموضوع ده، بس هيبقى للأمراض المؤثرة على الحياة اللي العين ممكن تكون فيها جزء من التشخيص وجزء من التوجيه، اللي انت بتوجه المريض ان هو لا قدر الله ما يجرالوش حاجة. وهنسمي الفيديو ده اي اور داي. بس كده، اتمنى تكون المعلومات البسيطة دي فادت حضراتكم، واشوفكم في صحة وعافية. عايزين تدعموا القناة بتاعتنا في كذا طريقة: الاشتراك، مشاركة الفيديو، اقتراح الفيديوهات، الاشتراك في قناة التليجرام، وممكن تدعمونا في القسم الخاص بدعم الأعضاء عشان القناة بتاعتنا تكمل وتفيد حضراتكم، ده لو كانت بتفيد حد يعني. بس ما اطولش عليكم، مع السلامة.